السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة في مكان جميل جدا. احنا النهاردة في المسجد الوطني لكوالالمبور في ماليزيا. ماليزيا من اجمل الاماكن اللي موجودة فيها هي المساجد، مشهورة بجمال المساجد والزخرفة، وبيهتموا قوي 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 بكل التفاصيل اللي موجودة في المساجد. سافرنا مخصوص او اتنقلت مخصوص من المكان اللي كنت فيه لغاية هنا عشان اشوف المسجد الوطني في كوالالمبور في ماليزيا. هنشوف تفاصيله كتيره. ده جزء من اللي ورايا في الخلفيه ده جزء موجود منه. المسجد هنا بصراحه يعني قمه في الجمال والابداع، وبيهتموا جدا بالناس اللي بتيجي رواد المسجد، وفي بيحوطوا من حواليه مساحه كبيره من اللاندسكيب، من المساحات الخضراء ونافورات الميه زي اللي ورانا كده. خلونا نشوف تفاصيل المسجد الوطني من كوالالمبور، ويلا بينا نستمتع بجمال مساجد ماليزيا، وتحديدا ناشونال موسك او المسجد الوطني في كوالالمبور. تحياتي. مساحات كبيرة جدا وجمال فوق الوصف. المساجد فيها روحانيات بشكل مش طبيعي، حاجة كده يعني بصراحة روحانيات جميلة. تخش المسجد تلاقي مساحات واسعة وكبيرة، وتخش تلاقي ناس بتصلي. حتى الأجانب كمان اللي بيجوا يزوروا المسجد هنا هتلاقيهم المسجد بيديهم رداء عشان سواء الرجالة أو الستات اللي هم مش مسلمين، بيديهم رداء عشان يلبسوه عشان يستمتعوا في جولات المسجد. يلا بينا، ودعواتكم معانا بالخير نشوف تفاصيل المسجد الوطني في كوالالمبور. بصراحة أنا ميت من العطش، ولقيت هنا زي حد شركة مش عارف بتعمل إيه في عصير أو حاجة. تعالوا نشوف يعني. شركة هنا معروفة يعني بتعمل سيمبلز كده للعصير، وفي عصير شبيه كده بالتمر هندي اسمه ساسي، فقلت اجرب الساسي فلقيته حلو يعني. عارفين كده الاطفال اللي بيبقوا في الجنة، يعني هم حاجة زي كده اعتقد كده. أطفال جميلة كلهم لابسين أبيض زي جميل، وبيحفظوا القرآن واللي بيصلوا، وبعدين عاملين لهم مكشاك صغيرة بأسعار رمزية، ممكن يروحوا يشتروا حاجة حلوة. حاجة جميلة. المساجد هنا يعني ممتعة، تقعد تقضي يومك فيها، تاكل وتشرب وتعمل اللي أنت عايزه جوه المسجد. ما شاء الله كل مكان مخصص ليه حاجة فيه.
حتى الاجانب كمان بيجوا وهم لابسين ازاي، يعني بيدوهم رداء يلبسوه عشان طبعا قدسيه المكان يعني. فخلينا نشوف لسه في شويه تفاصيل حلوه كده، وبصراحه انا مستمتع ومش عايز التقرير دوت يخلص يعني. وقولوا لي رايكم ايه لما تشوفوا التقرير، اكتبوا لي في الكومنتات تحت. وسمعت ان ماليزيا كمان عرفت ان فيها مساجد حلوه، ان شاء الله نجتهد ان احنا نزورها اكبر قدر ممكن منها ان شاء الله باذن الله. تحياتي ليكم ودعواتكم بالخير. طيب شفتوا يا جماعه جمال زي كده؟ انا ما شفتش اجمل من كده بصراحه. مسجد تحفه ما شاء الله. يعني انت تيجي تقضي فيه يوم، انت تيجي تقعد تقضي فيه يوم. طول ما احنا ماشيين ناس بتشتري مصاحف، ناس قاعده تدرس القران، ناس بتقول ذكر، ناس مستمتعه بيومها. يعني انتوا عارفين الجو اللي هو انت مش رايح تذكر عشان تقضي فريضه وخمس دقائق 10 دقائق نص ساعه وتمشي، لا. يعني انا متخيل المسجد ده، طب ده في يوم الجمعه شكله عامل ازاي، ولا في رمضان شكله ايه؟ لا، موضوع مختلف كتير كتير. يعني جداول الميه اللي ورايا دي في قلب المسجد. انتوا متخيلين احنا كل ده لسه في الساحه، يعني في ساحه الدور الاول، في الدور الارضي والدور الاول. فخلينا نشوف ونكمل ونشوف روعه جمال المسجد الوطني هنا في ماليزيا. اوكي يلا بينا. حاجة مبدعة، حاجة جميلة، حاجة تخش كده فيها المسجد ده روحك ترتاح. روحانيات عالية جدا هنا في المسجد. إن شاء الله يا رب يجعله عمل صالح في ميزان حسنات كل اللي ساهم في بناء المسجد العظيم ده. ويا رب يعيننا إن احنا ننقل صورة الإسلام والمساجد بشكلها الصحيح. تحياتي من مسجد الوطني في ماليزيا كوالالمبور. مفيش حاجة أجمل من كده أقدر أنهي بيها الحلقة ديت اللي مش عايزها تخلص بصراحة. من المسجد الوطني لماليزيا كوالالمبور، ناس جميلة وزي العسل، مسجد جميل وحاجة مباركة وجميلة. تحياتي لكم من المسجد الوطني في كوالالمبور. إن شاء الله هنجتهد نشوف مساجد جميلة هنا في ماليزيا. احنا دلوقتي بنصور فيلم از ماي فريند ان ايجيبت، ان مصر هنا يعرفوا مصر مش ايجيبت. يعني قول مصر هتتعرف على طول. از يو كانتري از ازهر الشريف. تمام. تتكلم عربي؟ حلو، هو بيتكلم عربي اهو. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.